الزعيم يجلد الاتحاد للمرة السادسة في هذا الموسم. فيعني سطوة هلالية على الاتحاد بطريقة كده مرعبة لم تحصل في تاريخ الدوري السعودي أو الكرة السعودية، أن أتى الهلال وسط هذه السطوة. يعني مثلا الهلال ممكن يتعادل في مباراة، يخسر في مباراة، بس إنك تفوز قدام فريق في 6 مباريات في هذا الموسم، لسه في مباراة سابعة وإذا فاز فيها، وأعتقد أن الاتحاد المفروض يعني يحط تمثال للهلال قدام ناديه، يعني قدام نادي الاتحاد. الهلال قبلها ب3 يوم هزم النصر، واليوم هزم الاتحاد. يعني كالعادة يا سادة، الزعيم يجلد من طرف ما عنده، يعني هذا الاتحاد هذا النصر لا ما عنده. والحين راح يمشي يقابل الأهلي في الدوري بعد، وبعدها حيقابل العين، ولسه السلسلة مستمرة. طبعا اليوم 34 مباراة بدون خسارة للهلال، ورا طبعا 34 فوز، يفوز 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 الزعيم يفوز ما شاء الله يعني. تحل المباراة. الاتحاد بدأ بداية كويسة، لكن في النهاية يعني الهلال يعني تفوق بدنيا في آخر الدقائق، حتى في آخر الدقائق الهلال سجل هدفين. فالهلال فارق، الهلال فارق يعني شاسع يعني. يعني سبب إحباط حرفيا، الهلال سبب إحباط للفرق في الدوري السعودي، يعني سبب لهم إحباط يعني. مين قادر يوقف هذا الفريق؟ أنا ما أعتقد إن في فريق قادر حيقدر يوقف الهلال. أعتقد إن الهلال حيواصل لنهاية السنة بهذا الأداء، ويفوز يفوز يفوز، إلا إذا الظروف وإذا كل شيء يعني دخلت أمور كثيرة ممكن أحد يوقف الهلال، بس بهذا الهلال ما أعتقد. وهذا الهلال كمان بدون متروفيتش، يعني يقولون متروفيتش يصيب الهلال حيتأثر. الهلال واضح انه ما حيتأثر يعني. الزعيم ساطي، ألف مبروك للزعيم، ألف مبروك ألف مبروك، الفوز رقم 34 ورا بعض.